عمرك سألت نفسك وانت بتتفرج على مسلسل الأسطورة ازاي واحد زي ناصر الدسوقي شخص محترم ومتعلم والأول على دفعته 4 سنين في كلية الحقوق، لا وكمان عايز يبقى وكيل نيابة، ازاي مرة واحدة كده يبقى أكبر تاجر سلاح في البلد؟ السؤال التاني، هل التحويلة دي مرة واحدة كده ولا ليها أسباب؟ في الحلقة دي بقى من شرح مفصل هنفهم هل ناصر الدسوقي مجرم ولا ضحية المجتمع؟ جهز بقى كوباية الشاي الجميلة لحد ما تترفس. ناصر الدسوقي شاب في منتصف العشرينات عايش في بيئة بسيطة جدا مع أهله ومع أخوه رفاعي اللي بيتاجر في السلاح، وركز في الحتة دي عشان هنرجع لها تاني كمان شوية. ناصر دخل كلية الحقوق وقدر يطلع الأول على الكلية 4 سنين كاملين، وحلمه من وهو صغير إنه يبقى وكيل نيابة، وبالفعل بيقدم في النيابة. وبعد فترة بسيطة النيابة اتصلت بيه وهو حس خلاص إن حلمي كده اتحقق وهي دي بداية الخير. بس للأسف مش كل اللي إحنا عايزينه دايما بيحصل، لأنه اترفض من النيابة رغم تفوقه الكبير. وده كلامهم مش كلامي على فكرة، بس هو فعلا ما فهمش ليه اترفض. وفي رواية بتقول بس هي مش أكيدة إن هو اترفض من النيابة بسبب سمعة أخوه رفاعي. وهنا بنبدأ نشوف أول نقطة تحول لناصر من إنسان مثقف لمجرم محتمل. بعد كده ناصر بيحاول يتخطى الموقف رغم صعوبته، لكنه بيتصدم أكتر لما بيروح يتقدم للبنت اللي بيحبها وبترفضه عشان مستواه الاجتماعي وإن أهله مش لاقيين عليها، وشافت إنه مش مناسب ليها رغم ثقافته وأدبه. وساعتها اللي كان مهم بالنسبة لها إن مستواه المادي مش قد كده، ودي كانت الضربة التانية لناصر الدسوقي. وبعدين صدمته الكبيرة لما شاف أخوه الكبير بيموت قدام عينيه، اللي برغم إنه كان مختلف معاه في طريقته وشايف إنه لازم يبطل الشغل في السلاح، إلا إن موته كسر ظهر ناصر لأنه يعتبر هو اللي مربيه. وأول ما بيفوق من ده بيلاقي نفسه لابس تهمة ما يعرفش عنها حاجة خالص، وبيتحكم عليه بحبس لمدة 15 سنة. وبيتحول ناصر من مشروع وكيل نيابة وشخص ناجح في المجتمع لمسجون لمدة 15 سنة. لما ناصر خرج من السجن بقى حس إن هو لازم يتغير ويبقى ماشي مع الطيارة عشان يعرف يسلك ويمشي حياته. وللأسف ده حصل، وبقى شخصية غنية جدا ومعاه فلوس كتير قوي، وانتقم ساعتها من كل اللي ظلموه سواء حبيبته أو اللي لبسوا القضية اللي حبسته. طبعا أنا مش بقولك إن ده صح وإنه ما ينفعش عشان الدنيا جت عليك إنك تمشي في الغلط والحرام، وده مش الهدف من الحلقة تماماً. حتى مؤلف العمل محمد سامي رغم إنه في المطلق مش منطقي بس قفل شخصية ناصر قفلة منطقية، وهو إنه اتحكم عليه بالإعدام، لأن الدين والقانون والعقل بيقولوا إن الشخص لما هيمشي في الغلط دي هتكون نهايته. السؤال هنا بقى اللي هسيبهولك تجاوب أنت في الكومنتات، هل ناصر لو ما كانش حصل معاه كل الظلم ده وكان اتقبل في النيابة وما اتسجنش ظلم وكل الكلام الجميل اللي وضحناه سوا، هل كان هيبقى مجرم برضه ولا كان هيبقى شخص كويس ومحترم زي ما كان؟ خلاصة الكلام، ناصر مش مجرم، ناصر ابن مجتمع بيكسر الناس المتفوقة وبيكافئ اللي بياخد حقه بإيده. وبس كده، دي كانت حلقتنا النهاردة من برنامج شرح مفصل.